هاي كيفكن اليوم؟ شو الأخبار يا جماعة؟ إنه الأربعاء واليوم حان الوقت لنستعرض ما حدث في الأسبوع الأخير من أخبار فنية، مستجدات وحتى تصريحات أو صور كانوا عم يتداولوها فنانينا أصحابنا اللي منشوفهم منحبهم أو لا. نحن علينا نحكي وننتقد ونقول شو اللي بيسوى وشو اللي لا. من بعد ما ضجت خبرية محمد رمضان والشيء اللي كان لابسه حكينا عنه لاست ويك، شفت تفاعلكم، شفت كومنتاتكم، هيدي بوسه كبيره بتعقدوا. اللي صار انه محمد رمضان قرر يرد، قرر يطلع يقول انه هو كانت الفكره ما تكون هيك، ولا يمكن عم يمزح، ولكن يمكن كان ما بيأدوا الحجار او الذهب يلي باقيين ليعملوا التوب كامله، هني كان بدهم اطلاله فرعونيه بتشرف مصر لانه هو اول مصري عم بغني على هيك مسرح. نحن قلنا انه الاجواء بتكون فيها فخر لانه هو اول مصري هونيك عم بغني، ولكن لوكه هو اللي اثار الجدل اكثر من شو عمل. حتى اللوك الثاني يلي قطع فيه بالحفله الثانيه كمان ما كان شيء مهضوم او كان بيقطع او كان انه واو بنتقبلوا الواحد. طلع بفيديو تيقول حق الرد، ليقول انه هو معود بحياته بيلبس حلق بكليباته ولكن مش بالحياه الطبيعيه، بيعمل كذا بكليباته بس مش بالحياه الطبيعيه، وهو قصه البرا ما بيلبسها، هو معود يفكها. ايوه حلوه. حبيتوا الجواب ولا لا؟ يعني من ميلي بنقول كان لازم يرد ولا لا؟ ومن ميلي انه انا بطلع بقول انا ما بفك، انا ما بلبس صدريه، انا بفكها. يعني حلوه للايمج تبعه. يعني اليوم انا بس سمعتها انقذت، قلت بعطيك كريدت ولا لا؟ يعني بقول له برافو عليك، حلوه منك 1-0 ولا لا يا ريتها ما كانت؟ غيروا له اسمه على انستغرام MR1، وفي انستغرام عمل له قال كذا وخبريات، وصار هو بينبسط بحاله وفخر لهذا الموضوع. يعني بالنتيجه محمد رمضان اذا محمد رمضان. غريب انه الناس صارت على السوشيال ميديا عم بتحب هالنوع من الاشياء، او هيك قصص عم تروح ترند على كيف لبس وكيف عمل وكيف طلع اوت اوف ذا بوكس. عرفتوا شو قصدي؟ انه شو تغيرت عن ايام قبل اذا كان غنى غنيه او عمل مسلسل نحكي فيه 3 اشهر، هلا عم نحكي اذا غلبت بالحكي او اذا سب او شتم او ما بعرف شو لبس او تعرى. جاد شويري هل يقلد محمد رمضان ولا لا؟ يقلده؟ ماذا يرتدي؟ استغربته. نادين الجيم قال طالعه على السناب عم تمزح مع اصحابها ومع فانزاتها انه ما عندها حدا تعمل معه صبحيه وقاعده عم تبكي قالوا مفحشه. كل التعليقات كانت انه انتم طولي بالك ونحن حدك ونحن معك. كل الناس كتبوا انه نادين الجيم تبكي من الوحده، نادين الجيم تعاني من الوحده، وانه ما عندها حدا تعمل معها صبحيه. اللي شافه كله فرك قلبه، انا هيك صار يفرك قلبي، زرفت دمعه، تاثرت ولكن ما شفقت عليها. يعني انه تطلع تقول يا جماعه انا كنت عم بمزح مع الناس وشو بدكم اخذتوها وعملتوها. برافو، عملت قفشه، عملت خبريه، بس حكيته طلعت بررت انه لا انا ما خصني. طقش بزر وسليني. ان لقاو الرجع بمسلسل سنة الجاي برمضان من 30 حلقه، بلشت من هلا تحضر له. على فكره خليني اقول لكم شغله جايز، بفتكر انا وكثير ناس، ماني اكيد 100%، بس صرنا نحن مع المسلسلات ل 15 حلقه، نعل فيه 30 حلقه ليه؟ 15 هو بيكون قوي المسلسل ومتكامل وكامل، ونحن ما بنعل فيه كثير، بنحضر شيء غيره. not sure. بنتها لأصالة نصري صارت عندها مشكلة، عيادة لها خاصة بالقاهرة قفلوها كرمال شروط خاصة بوزارة الصحة، ولا كانت ترند على يومين، والناس اللي عم تتفاعل مع بنتها لأصالة انه شو عاملة، انه لو أصالة كان ممكن نقول عندها سوابق، بس بنتها لأصالة دعمتها. يا حبيبتي طولي بالك، ونحن معودين نقطع بقصص هيك، وكل شيء رح يمرق وكل شيء رح بيكون هين وسهل وان شاء الله بيمشي الحال. شكلها ازمه وقطعت لانه المفروض الامور ما عاد صار فيها مستجدات طارئه سلبيه غير كويسه على المصري. باميلا الكيك بحديث معها انتشر لها فيديو انه عم تحكوا عم بيسالوها عن مسلسلات رمضان، قالت لهم ما عجبني شيء. هلا يعطيهم عافيه للشباب بس ما عجبني شيء. هيدي مثل وقت انا بقول لكم بحكي اخر شيء يلا شو بدنا بالعالم. يعني ما عجبها شيء بالمسلسلات لباميلا الكيك، ما ابهروها، ما شافت عمل متكامل كامل.
مثل باميلا كيك انتم بتقولوا ولا لا؟ انا بقول لا. ليش؟ في عمل يكون بلش حلو خف نزل بالنص ورايح، ايه. في عمل ما كان كثير كل عناصره مهمه قويه او موجوده، ايه. بس انه ما في، لا بلا، في السنه كان في نخبه من الاعمال ومن الابطال ومن الممثلين عملوا شغل حلو، تمثيلهم ادائهم، مش معقول ما كان في شيء حلو، مش معقول ما يكون في شيء هيك مهضوم او ملفت او عجبنا او علم برمضان 2025. عن مين بدي احكي يا جو؟ رح احكي عن مريم فارس، يلي هي تنزلت الغنيه اليوم عم تستعرض بفيديو لتقول انه غنيتها ترند افري وير وصارت تسمي لي البلدان. قال ما صدقته، ما صدقته. انتوا صدقتوا؟ انا صدقته بالضمه، انتوا صدقتوا بالواو مع الف. صدقته ولا ما صدقته؟ لانه ما حدا عم بيسمع هاي الغنيه، ما بشوفها على ستوري، ما بشوفها على فيديو، ما بشوفها على بوست، ما بشوفها حدا بيسمعها بالراديو، ما حدا بوقف حد معلى الصوت. وين ترند؟ شو مفهومنا لترند؟ او قد ايه اجمالا بكلفنا الترند؟ او عن جد ترند وانا مش عارف؟ معقول انا مش من هالكوكب؟ معقول انا ما عرفته؟ مين ببكيني غير يومي؟ مين بخلي قلبي هيك يفرك غير يومي؟ يا حرام شو بصير فيها هالمخلوقة، كل اسبوع مصيبة اكبر من اللي قبلها. اضطرت تسافر على السعودية بطيارة عادية مش برايفت جات يا جماعة. طالعة تشتكي، قال لكل الناس اللي عم يسألوني انت يومي ليه مش مسافرة برايفت جات؟ صراحة ليش؟ الحرام ما بيستاهلها هالشغلة، ايه كل شيء مسمم عامل دياري. معقولة حظها هالمخلوقة؟ ضروري يمرض الكابتن؟ معقولة يومي تسافر من الامارات للسعودية طيارة عادية مش برايفت جات؟ عن جد الله يهون مصيبها. الله يهون مصيبها وتخليها تروح، ان شاء الله تكون نامت بالليل. انا نهار اللي شفت الفيديو انهرتوا. في حدا كتب لها كومنت قال انت هي عم بتقول لكل حدا عم يسالني ليه مش مسافره، رح اقول لكم ليه. حدا كتب لها كومنت انا لكل حدا عم يسال عن طبيب نفسي انا بعرف. بس لحظه، شو قصه البوست اللي نزلته وعملت له شير؟ عم بتقول للناس انه او لحدا معين تعالجوا، والله يا جماعه العلاج النفسي مش عيب. مين قصدها؟ ان ولا حدا تاني؟ تعالجوا بعضهم عم بيلطشوا بعض. يومي في بنادول للدراما تنخفف شوي دراما، ناخذ حبتين الصبح، حبتين الظهر، حبتين عشيه، ما فينا شيء، ما بصير لنا اذا ما نفع ما بضر. شويه اطلالات استغربتها. هيفاء وهبي طاووسه لن تكوني ما عرفتها بالصوره للامانه. جيسي عبدو طرزان لن تكوني. شذا حسون مش كتير مفتحه؟ من ايمتى شذا حسون تفتح هالقد؟ رخيتهم فلتتهم موسعه الفتحه، ولما بفتح عصدري ترارارا. شو شذا مش تو ماتش شوي ولا لا؟ مريم حسين مش تو ماتش كتير ولا لا؟ الفتحه لفوق مش ظاهره على اخره، طايره الفتحه. يعني الفتحه بتعرفوا كيف تكون؟ ما فيش فتحه طايره لفوق مثل فيها شيء اليوم مطيره. وعليه بعد الفستان بين كل شيء، بين وشفنا مبسوطه بال لا 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 لا. انا عم شوف قصص العالم ما بقى عم تتهدى، كله بده يعمل مثل كله، بقول لك انا بالاول عندي مبادئ ولا ما بقبل ولا ممنوع، بعدين يلا بنفتح الملق وانسى وتررت تررت تررت تررت. صح؟ هذا اللي صاير. لطيفة وحياة بنت الصغيرة لو ما شفت الاسم ما عرفتها. ليه مغيرة راسها القد؟ رابعة الزيات، المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، المرة الرابعة وما عرفتها. عن جد ما عرفتها. طيب لا بس انه عم بيزيدوها كثير بالفوتوشوب، يعني كثير فوتوشوب وفلتر. انا بلا هلال منزله صورة ستوري، تحسوها قد ما كان موجودة أنا بلا هلال، تحسوها مثل كانوا نازلة على الطريق. تخيلوا السيناريو، حدا بده بروجرام
جوزي بيدفع، انا جاهزه ما عندي شيء، بعد عندي نص ساعه نهار الثلاثاء بعد الظهر فيا اعمل له بروجرام وانلزق هيك وين ما كان وكيف ما كان. هيك تحسوها كيف رح ننزل على الطريق؟ مين اجانا؟ حدا بده بروجرام؟ بلشت احتفالات شم النسيم، الثلاثي الجميل نبيل عبيد، بوسي شلبي وففة. شم النسيم كثير بدها يابي يابي انا شفت الصورة تفاجأتوا، بس ما بدي احكي، خلص شو بدنا بالعالم؟ شو بدك بالعالم جو؟ شوفوا لي مي حريري. مي حريري عم بتنزل لنا فيديو ستوري، بتحسها ايام بدها تنزل شو ما كان. اول فيديو نزلته عم بتخبر انه بلشت الصيفيه بلبنان. بتحضروا الفيديو بتشوفوها اول شيء معليه اجرها، يا ريت بتسوق منيح، وبلس ما في شيء شتوي ما لبسته. اي صيفيه طيب؟ مش مصدقيني، اسمعوا شو قال. الشتاء الصيفي يا جماعه بلشت الصيفيه، شو خرج بحر هلا. الله على لبنان شو بحبك. اميزنج مي، اميزنج اميزنج، شو هالصيفيه الحلوه، خلي الواحد يبورد. بعدين عملت مره شير، حدا عم ينزل لها فيديو، ما إلي عين إلكم شو الكلمات، انتوا قروه على جنب، ما إلي عين إلكم. هيك شو بننزل؟ ما قريتيه ولا انه ما صدقنا حدا عملنا بوست وتاج وريبوست تنزل ونكون اكتف واكشن؟ لا. بالزمانات كان في فنانه طلعت دغري بعد نوال الزغبي، مين اطلقها؟ طليقه، صح؟ الي ديب جاب حدا نايا سماها وطلعت صارت تغني، وحتى غنت اغاني لنوال الزغبي كان بعدها باسمه لإلي، طليقه لنوال بعد ما تركته، يعني كانت تغني مثلا اذا تكلمت انا وغيرها يموت ويعرف وش يصير هو مش انطلقت انا. هول الاغاني ونايا وهيك لما كانت نشوفها كانت قمر، يعني كنا نقول شو حلوه وشقاره وستايلها. اليوم وبعد زمن طويل هيك صارت لقصص شخصيه هي عم تعملها، هي عم بتآمن فيها، هي دخلت فيها، هي متاخده وانفولفد كثير بشكل كبير، عم نشوف نتيجتها بشكلها وبملامحها بصورها. هالصوره لازم شيلها، شو حاططها؟ لا شو رايكم جايز؟ ليه هيك الانسان ممكن يتحول، ممكن عن جد يتغير، نفسيتي بتتغير. ايه القصص اللي بنعملها مثلا بالحياه ممكن نشوف ناس ما كانوا هيك، بس هالقد اكستريم، يعني 180 درجه قلبت. برجع بقول كل واحد عنده عقل ونضج كافي يعرف حاله شو بده، اذا مبسوط باللي عم بيعمله ولا لا. سلافة وخرجي ما بدي كثير فوت بخبريتها، بس انتم اكيد عرفتوا كيف قالوا انه شطبوها من نقابه الفنانين، وانه طردوها، وانه طلعوا اشاعه عن زواجها السري، وانه قال هي مكمله حياتها اليوم عم بتصلي وبتعيش حياتها ومش متاثره باللي صار وما بهمها. طيب دائما سلافة وخرجي اخبارها بفتكر بتستفز الناس اكثر ما انه يدعموها ويدافعوا عنها، هذا اللي بشوفه. اسمعوا هلا صدمة الصدمات، صدمة الاسبوع، يعني مش نهفة. مريم عطله، بتتذكروها من ستار اكاديمي 1؟ ايه هالقد عتيقة. مريم من الاشخاص يلي انه تغير كثير شكلهم وعملت كثير تجميل، ما خلت ابره ما شكتها، ما خلت خيط ما عملته، شو بعد بيعملوا؟ تشتي طعم زال كذا، خبريه لانسة شعر طويل، اكستنشن، كل شيء عملته. سالوها بانترفيو انه انت شو رايك اليوم بالجمال وكيف لازم اليوم البنت تكون لو كنت انت بعضو انتخاب ملكه جمال. نسوق قد ايه فتحت وقد ايه صدرها رحب. شوفوا شو قالت. يكونوا على طبيعتهم وكل واحد يقتنع، اذا وحده عيونها سود، عيونها خضر، عيونها لون بشرتها، لون شعرها، يقتنعوا انه ربنا دخل اسمه. انا بحس دائما قد ما غيرنا، قد ما صادقه تاثرت، حسيت رجفت من جوا لما شفتها هالقد صادقه. انت اللي عم تحكي؟ انت مريومه هذا الحلو من يومه طالعه تحكي عن التجميل ولازم تكون بنت على طبيعتها وتقتنع بخلقه ربنا، وهي ما في شيء مش عملته بوجهها. مريم مشروب الثقه، مش كل يوم 3 اناني، كل يوم 6. يعني ال6 ضروري يقطعوا بنهارك تتزيدي بعد ثقه وتعطينا اكثر، واعطونا اعطونا ايه. مثل ريتا حارب قال طالعه، عرفتوا بالخبريه؟ قال منعت بنتها تشارك وانه لازم تنسحب من برنامج اسمي ونصيب. شو هالضجه كلها؟
وانت اصلا ما بدكش اياها، وانت اصلا شو بدك تدافع عن البروجرام؟ ما كل الناس عم تتناول برنامج اسمه نصيب بالمشتركين وبالكونتنت وبالمحتوى ويحكوا حكي كثير، ساعة اشتركت، ساعة قال انسحبت، ساعة والدتها رفضت. لا ريتا لا. شفت لها انترفيو عم تحكي بتقولوا الملايكة كلها قاعدة والبيس اللي عايشة فيه نيال قلبها. اخيرا في ممثلة تركية اليوم القوا القبض عليها، قد ما كانت بحالة مش ثملة ومش مركزة ومش بوعيها، لقد انهت حياة صديقتها الممثلة بكم طعنة وبكم خبرية. ماتت هديك المعطرة وهي انحبست، ويمكن مش واعية مش مركزة مش عارفة شو صار. شو عم بصير بالدنيا؟ شو عم بصير بالحياة كلها؟ نحن وين؟ سؤال آخر، نحن وين واصلين؟ نحن لوين رايحين؟ جايز بفهم واحد ايامي بيروح ندفع على الخط، بيظهر ندفع عن التراك، عن التران اللي ماشي فيه، بس مهم يرجع، ومهم دايما يضل مركز، ضلني انا ماشي مثل ما انا بدي، مثل ما انا عاتي، مثل ما تربيت، وما خلي شيء يجرني ويطلعني برا. القصة واقفة علينا، هي القصة قرار، هي القصة مبدأ أنا ما بتخلى عنه، هيك ماشي مستقيم. الله يقرب منكم كل شيء خير ويبعد عنكم كل شيء مش منيح. بحبكم كثير، رح وقف هون لارجع طلع عليكم بركي بلايف، بركي بحلقه ثانيه مع مستجدات فنيه جديده. من هلا لوقتها مطلوب منكم شغلتين. اول شغله تخبروني بكومنتاتكم وتعليقاتكم باللي حكيته، وين بتوافقون الراي وين لا، شو رايكم باللي قلناه. وثاني نقطه، اذا بعد مش عاملين لي فولو على كل ما سوشيال ميديا، اسمي وين ما كان اسم واحد، جو بو غزاله. سامعين؟ سبسكرايب للشانل، دقة جرس تتعرفوا كل جديد انا بدي اقدمه. تبقوا على حالكم، بشوفكم فيري سون. تشاو.